مراد تفضل معنا كلمة مشكور. السلام عليكم خاوتي، يعطيكم الصحة، شكرا لكم جزيلا لحضوركم والتحقتوا بنا بقوة، بارك الله فيكم. هذا والله يكون في ميزان الحسنات إن شاء الله. مواقف كلمة الحق قلت وقلت حقيقة في العالم، ما كمشتوها سبحان الله. كل واحد في الدنيا هذه يقول تخطي راسي، ولكن هذا أكبر خطأ يتعرض له الإنسان، أنه يركب في موج تخطي راسي هذه، وهي في الحقيقة رانا قاع نسلكو 45 مليون جزائري. هناك مليون ينهب في الجزائر، عسكر بواجهة مدنية ينهبوا في الجزائر، و44 مليون يتألمون. 10 مليون في الغربة، باقية 35 راهي تعاني معاناة عظيمة جدا. الجزائر محتلة، على الشعب الجزائري أن يقتنع بأن الجزائر لا زالت محتلة. ما يحدث اليوم للشعب الجزائري وأنه محروم من أبسط الحقوق لا يملكها الشعب الجزائري، مثلا كالماء. تخيل إخواني الجزائريين ما عندهمش الماء في الديار في عز الشتاء، والله يتصلون بإخوة بالفيديو. مأساة حقيقية، مأساة. تخيلوا حتى في غزة لم يحدث ذلك، حتى في غزة لم يحدث أن الشعب الغزاوي يشتكي من الماء. كلهم وصل عدد الشهداء قرابة بين 200,000، وما يتشكاوش كما راه يتشكى الشعب الجزائري. الشعب الجزائري يموت بالحياة، لا يموت بالقصف، ولكنه يموت بالإهانة، يموت بالإذلال، يموت بالحقرة. الشاب الجزائري يخرج الصباح مسكين، يخرج الصباح ما عندوش أين يذهب، ما عندوش وين راح يروح. يضرب في جيبه فرنك ما عندوش، مسكين 10,000 في جيبه، مسكين ما عندوش باش يشري بها حتى قهوة، ما عندوش. الشاب في عز الظهور ما عندوش باش يشري صباط. ونسبة الشباب الجزائري هو 75%. تخيل شعب شبابي كما الشعب الجزائري معطل ومهمش عن العالم. تخيل العالم يبحث عن الثروة البشرية، وخاصة فئة الشباب. احنا عندنا الثورة الشبابية في المجتمع ومهمشة ومعطلة، لا اقتصاد، ما تلقى على واش تحكي على الاقتصاد دمر. الجزائر ما عندهاش اقتصاد خاوتي، سهلة خلاص، معادلة سهلة جدا إذا تحدثنا عن الاقتصاد. واحد دينار وصل 300، 1 أورو، سامحوني آسف، 1 أورو وصل 300 دينار. العملة الجزائرية اللي هبلونا بكلمة نوفمبر، وكانوا يحطونا بريمي نوفمبر والتراكتور والثورة الزراعية. أين الثورة الزراعية وأين نوفمبر وأين الاستقلال؟ أين الاستقلال أيها الشعب؟ أين الاستقلال؟ أنتم لم تستقلوا بعد، أنتم ما زلتم تحت الاحتلال للأسف. 1 أورو يساوي 300 دينار جزائري. دينار هذاك اللي ماتوا عليه ملايين من الشهداء. تخيل، هذا من الجانب الاقتصادي. أما من الجانب السياسي حدث ولا حرج، لا توجد سياسة، توجد سياسة حكم حزب الواحد. يا ليتها سياسة حزب الواحد مثل الصين. شوفوا الصين بالحزب الواحد أين ذهبت. احنا عندنا حزب واحد الذي أقصى المجتمع برمته. ما يكزيستيوش الأحزاب في الجزائر. عندما درنا التعددية الحزبية تم القضاء على خيرة ما أنجبت الجزائر في التسعينات. خير ما أنجبت الجزائر في التسعينات تم قتلهم. يعني على واش نحكيو في الجزائر؟ قولوا لي خاوتي، على واش رايحين نحكيو في الجزائر؟ الاقتصاد راح، السياسة راحت، التعليم ما عندي واش راح نقول لك. التعليم زيرو، التعليم في الجزائر. الاخلاق، نهضروا بالمرجعيه الدينيه، زيرو. الجزائريين لا يحتسبون من المسلمين. الجزائريين غير مسلمين للاسف. ما عندناش حتى الاخلاق البدائيه القرانيه، ما عندناش.
تخيل المرحله اللي وصلنا لها، تخيل الاخلاق اللي اصبحت عند المجتمع الجزائري، الانحطاط الاخلاقي اللي وصل ليه الشعب الجزائري، دعاره يعني تشوفوها يعني في التواصل الاجتماعي. اصبحت المراه الجزائريه سلعه تباع في الخليج. تخيل الجنرالات يتاجروا في النساء الجزائريات، الجنرالات يتاجروا في المخدرات، الجنرالات يتاجروا في كل شيء من اجل نهب الجزائر. الى متى خوتي؟ الى متى؟ غض النظر ويقول لك معليش وخلي وبلاش على ربي، ما تتعدلش البلاد، والله لن يصلحوها، والله لا يصلح عمل المفسدين. هو ربي اللي قال، هذه مانيش انا اللي قلتها. هذو مفسدين جنرالات، توصلوا لدرجه انهم قتلوا منكم المئات الالاف، فكيف تريدون منهم ان يصلحوا البلاد؟ روحوا شوفوا في فرنسا كيف راهم عايشين الجنرالات، روحوا شوفوا نساهم، روحوا شوفوا اولادهم كيف راهم عايشين في فرنسا، لا يتكلمون العربيه ولا ينتمون للتاريخ الجزائري. هم من يحكمون الجزائر. اما الجزائري مسكين ما لقاش حتى لقمه نظيفه ياكلها، ماكله نظيفه ما عندوش، ماكله نظيفه ياكلها في كرشه ما عندوش، السبيطار نظيف يروح يداوي فيه ما عندوش. وكي نهضروا كلمه الحق يصفوننا بالخونه، وكلمه خائن هذه سياسه انتهجها العملاء في 62. اول واحد من اتهموهم بالخيانه هم المجاهدين الحقيقيين. كريم بالقاسم من سيد الرجال اتهم بالخيانه وتم قتله. تخيل هذا النظام مجرم، كلمه مجرم قليله عليه. هذا النظام لا يصلح لشيء. اضعف الايمان خوتي، اضعف الايمان اسقاطه ومحاكمته بمحاكمه عادله على الشعب ان يستفيق. لم يبقى الوقت. رانا 63 سنه وحنا صابرين. والله سيدنا ايوب ولم يصبر 63 سنه في كرش الحوت. احنا حطمنا الرقم القياسي في الصبر. لو خرج قرانا اخر لذكر الجزائري في موضوع الصبر. والله نسينا العالم في الصبر. علاش رانا مطايشين هنايا؟ روحوا تشوفوا باريس، شيء يدمع القلب وليس العين. الجزائريين بالملايين في باريس وفي هنايا وفي ايطاليا، وين تروح في كندا. والله يتكلموا معايا جزائريين اقسم بالله عايشين في البنين، عايشين في دول افريقيه. المهم يهرب من الجزائر. علاش يا ربي؟ علاش وصلنا للدرجه هذه؟ علاش؟ والله عيب لما يحدث الجزائر وحنا ساكتين وتبقى تخطي راسي. راهي في راسك أتظن أنها بعيدة عن راسك وهي في قلبك. ويعطيكم الصحة خوتي، بارك الله فيك. سيكوني الدار خصو يخسروا تمار وخطو يعاودوا للصالة، زادوا جابوا مزمار واللي يعطوا له زيارة، لعبوا على جميع الودار والنوطة كانت مختارة. يعطيكم الصحة خوتي، بارك الله فيكم، شكرا على البارطاج، بارك الله فيكم. في لايف قادم بإذن الله. والمشهد لا إله قسموا في الدواء.